لو أعطيت 2000 ريال أعطيته 5% الزيادة السنوية، كم حصل آخر السنة؟ حصل 1200 ريال. 1200 ريال زيادة للبنزين اللي صارت 40% هي تعادل 1440 ريال تقريبا. فحنا ما أعطينا حتى زيادة البنزين، ناهيك عن الكهرباء، عن المواد الغذائية، عن الأجارات. هل الأجارات ترتفع 5%؟ أنا أعتقد أن النسبة ربطها بالمتقاعد أبو 2000 ريال هذا خطأ. هذه تربط بواحد راتبه 10,000 ريال وما فوق، ممكن تعطيه 5% زيادة معيشة، ولكن واحد 2000 ريال أول شيء نحتاج نعدل راتبه هذا. شوف كم الحد الأدنى للمعيشة. إذا كان الحد الأدنى للمعيشة أنا أتوقع مو أقل من 6000 ريال، وهذا يحتاج إلى دراسة. 6000 ريال أول شيء نحتاج نعطيه 4000 ريال، وبعدين نتكلم عن الزيادة السنوية. إذا واحد ما عنده بيت يستلم راتب تقاعدي 24,000 ريال، والسكن معدل في المملكة 20,000 ريال، فمعناته عنده هو 4000 ريال يعيش فيها. هل هذا معقول؟ والجمعيات ترفض تعطيه على أساس هذا فقير، تحول، انتهى من موظف سواء عسكري أو مدني، هذا أصبح فقير. هذا يجب الوقوف معاه، يجب إلزام الجمعيات تعطيه، مو بكيفهم، مو اختياري هذا الأمر، هذا منا وفينا. فما بالك لما يكون جندي خدم الوطن. هذول يستحقون أولويات. 40% إذا تقاعد وهو عمره 60 سنة وما عنده بيت، مو الخوف عليه هو نقول عمره الافتراضي 70 سنة، لا، الخوف على أسرته، عنده أطفال، عنده زوجة، وكل يعلم أن الراتب التقاعدي بعد ما يموت الزوج يتوزع، فالزوجة بالأخير راح تحصل له على 1000 ريال. إذا حصلت زوجة 1000 ريال كيف تدفع سكن؟ يصبحون العائلة مشتتة. أنا أعتقد أن اللجنة يعني دراستها الموضوع ركزت على العلاوة السنوية ولم تعالج الأصل. نحتاج إلى وقفة جادة في تحسين أوضاع هذول الناس، هذول منا وفينا، هذول أهلنا أسرنا، نحتاج إلى الوقفة معاهم. أنا أرفض أن أي مواطن يتقاعد ب2000 ريال أمانة، مو أقل من 6000 ريال. كيف نضمن له عيشة كريمة؟ ليش أخليه يتسول؟ إذا حنا عجزنا من وزارة المالية تجيب دخل للمال، أو وزارة البترول أو سابك أو غيرها عجزوا يجيبون الفلوس، في اقتصاديين أكبر يقدرون يجيبون دخل للمملكة. ما نربط هذا. وإذا الصناديق فشلت في إدارة نغير إدارات الصناديق. احنا عندنا مشكلة في إدارات الصناديق كلها، نحتاج إلى إعادة تطوير استثماراتنا. ما نخلي موظف دولة جالس 20 سنة في الأخير ما يدخل مبالغ. لازم نحاسبه بشكل سنوي، تحول لشركات، لازم يكون عندنا إحساس بالمسؤولية. مو معقولة واحد يعيش بين 2000 ريال وإحنا قاعد نتفرج عليه. لا، أنا أرفض بشدة أمانة، وأنا أعتقد أنكم تقبلون. المفروض هذا المواطن يتعدل راتبه، وإحنا مسؤولين عن دخل. في 1000 طريقة وطريقة زيادة الدخل في المملكة، والحمد لله في مجلس اليوم الاقتصاد والتنمية شغال. صحيح إنه جاء متأخر ولكن قام يشتغل، وأنا حسب علمي من القرب عنهم يشتغلون ليل نهار ويشكرون على هالشيء. ولكن إن حنا نتركه لما يتحسن دخل، أنا أرفض أمانة. حنا عندنا قدرة الحمد لله إن حنا ندفع لهم ونصلحهم حتى نحسن وضعهم. الشيء الآخر إن حنا نرجع على جندي ثاني وناخذ منه زيادة. كم اللي ناخذ منه؟ أنا متوقع ما يقل تأخذ منه 2000 ريال من راتبه. هل نروح نزيد طينة بلة بدال ما نعاد؟ يمكن هذا يشتكي، وكلنا نعرف أن راتب العسكري الأساسي ضعيف، فكيف نروح ناخذ من راتب الأساسي العسكري؟ بالمنطق، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنا أعتقد أن حتى إنشاء صندوق، على أساس إنشاء صندوق، أنا يعني اسمحوا لي اللي في اللجنة، صندوق كم المبلغ اللي ناقص؟ ممكن واحد منهم يجاوبني؟ ما فيهم واحد يعرف. وبعدين إنشاء صندوق يأخذ سنوات في الاستثمار. أنا أنتظر سنوات عشان تيجي الاستثمار بدخل، وديك الساعة ابتدي يوزع. إحنا محتاج إلى علاج اليوم، مش بكرة الصباح، اليوم أمانة. وأنا بختصر